مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكم. حبيت اليوم شارككن روتيني من الصبح للمسا. والله يا صبايا كنت بعت أولادي على المدرسة وشربانة قهوتي أنا وزوجي، وما بلاقيكن إلا رن هالموبايل، ورنت لي أختي قالت لي ليكي جاية لعندك ضروري ضروري جهزي حالك. حكيت أبصر شوفي، إجت لعندي يا صبايا قال يلا لساكي لسا ما لبستي، يلا البسي. قلت لك وين بدنا نروح؟ فوتي لنشرب قهوة. لا لا بدي روح على السوق. بالزور ألف زور يا صبايا عملت القهوة وشربت أنا وياها. بعد ما خلصنا فنجان القهوة أنا وياها رحنا على السوق. حابة أختي تشتري كم غرض لبيتها، حابة تشتري كم غرض لبنوتتها. والله قالت لي لازم نروح أنا وياكي، فحملنا حالنا ورحنا أنا وياها، وقلت يلا بعمل لكم تصوير وبغير شوية جو. والله رحنا أنا وأختي على السوق يا صبايا، ومثل ما عم تشوفوا نزلنا على سوق ماركة. ما بعرف إذا الصبايا اللي بعمان أكيد بيعرفوا سوق ماركة، كتير حلو وكبير. وهون بقى بلشنا فتنا على الأدوات المنزلية يا صبايا، وعم صور لكم الفناجين القهوة أشكال ألوان يا صبايا عن جد. بس أنا بصراحة ما حبيت ولا موديل، يعني حسيته كله معجوق ومغرق بالذهبي وما حبيته. يعني سبحان الله، أنا فناجين القهوة تضحكوا علي، فناجين قهوتي ما عم غيرهم، ما عم بقتنع بموديل معين، مع إنه كتير دارج، مع إنه وهذا الفنجان القهوة اللي صحنه كبير، وهذا ما حبيت. سبحان الله ما اقتنعت غير بطقم فناجيني، فادعوا لي يا صبايا اقتنع بطقم جديد وجيبه. وهون يا صبايا مثل ما عم ورجيكم نازلين كتير شغلات حلوة للعيد، من جد حبيتهم كتير. هاي المنظمة اللي ورجيتكم إياها للمكياج بس ما حبيتها أنا، يعني بصراحة حسيتها مو خرج مكياج أبدا. وهون عم بورجيكم التشكيلات، يعني حبيت ورجيكم وشارككم الجولة تبعي يا صبايا. كاسات الشاي وكاسات العصير كتير حبيتهم، حسيت موديلهم حلو، ولون الذهبي تغيير، أنا اللي عندي لون شفاف فضي، فالدهبي كتير حسيته مميز، وعم يعني عم فكر إني غير طقمي. عن جد حبيتهم يا صبايا. هلأ الطقم التاني اللي بورجيكم إياه لسه أحلى من هذا اللي ورجيتكم إياه، كتير حبيته. يعني وأسعار مو غالية، منيحة ما بشيء. على العيد الواحد بيحب يغير الكاسات الفناجين الصواني، يعني نحن هيك الستات بنحس بالعيد بأغراض المطبخ والبيت. والله يا صبايا تأخرت بالسوق، وبتعرفوا فترة السوق طويلة، فرنيت على بنتي وحكيت لها ماما جهزي لي أغراض الأكل، كنت ناوية أعملهن شاورما. بقى حكيت لها شو تجهز لي، حطت لي توم، راسين توم يا صبايا. هي الأكلة توم بدها توم، يعني لما بتقولي شاورما يعني لازم توم. توم ومعلقة صغيرة كمون، كزبرة يابسة، بهارات الشاورما، فلفل أسود. اللهم صل على النبي يا صبايا، أنا ببرش ليمون وبرش بردقان، وباخد العصير تبعهم كمان، وكاسة لبن يا صبايا، نص كاسة لبن عفوا، ونص كاسة زيت، وبخلطهم كلياتهم مع البهار، مع برش الليمون، مع الثوم، مع كل البهار، كل شي مكونات التتبيلة للشاورما بحطهم بالهاند بلاندر وبطحنهم كلياتهم حتى كلياتهم يتجانسوا. يعني ما تطلع عندي دجاجة اخذي نكهة من هون ونكهة من هون، لا، هيك كل النكهات بتتجانس مع بعضها البعض. وبغرق الدجاج فيهم بعد ما أكون مقطعة دجاج ناعم، وبتركها شي ساعة. هلا بما إني أنا كنت متأخرة والله ما قدرت أتركها، دغري دغري تبلتها، يعني تبلتها من هون ودغري حمصتها على الغاز. مثل ما شفتوا يا صبايا بجيب صينية فرن على قد الكمية اللي عندي، بجيب بختار حجمها وبحط عليها السمنة، حصرا سمنة صبايا، ما تقولوا زيت أبدا، سمنة حصرا، وتكون نكهة السمنة عندك طيبة. بترك السمنة تتحمص مزبوط، يعني هيك تحمى مزبوط، وبحط بقى كمشات 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 شاورما، وبخليهم يتأحمشوا وياخدوا لون من تحت. والله يا صبايا كتير كانت طيبة وخفيفة وسريعة. يعني جايبة معي أنا من السوق خبز حمام أو سمون ومايونيز، وعندي دبس رمان، وعندي مخلل خيار، وبلشت أعمل هالسندويشات وتغدينا. وشو كانت أكلة طيبة يا صبايا، عن جد بنصحكم فيها. إذا عندك طلعة عندك هيك دغري بتتبليها وبتقليها، وما أثرت إني ما نقعتها،
هلأ أكيد لمّا أنتِ بتنقعيها بتتغيّر النكهة، بتصير النكهة أقوى، بس يعني والله ما عملت يعني ما حسّيت يعني إنه والله إني انتزعت نكهتها لإني ما نقعتها، لا، لا، لأ أبدًا كانت كتير طيبة متل ما شايفين عندي، حمّصت الخبزة وحطيت المايونيز والمخلل، الخيار حصرًا، ودبس الرمان، نحن كتير بنحب دبس الرمان مع الشاورما يا صبايا، عن جد طيبة. وبعدين باحط من التتبيلة وجنبها كاسة هالبيبسي والكاتشب والمايونيز كل واحد سبحان الله إله ذوقه بهالأكلة، يعني بالمقبّلات اللي قدّامه، وأنا هيك كان تقديمي للساندويشة وكتير طيبة وحبيتها، باتمنى إنكم تعجبكم أنتم كمان وتعملوها على طريقتي وتدعوا لي يا صبايا، بتعرفوا بعد هيك أكلة شو بده بقى تنظيف مطبخ. والله يا صبايا بعد ما خلصت الأكلة نظفت المطبخ جليت الجليات مسحت الغاز عطرت المطبخ يعني بتعرفوا كل روايح يعني روايح التوابل كمان مو قليلة الجلي لحاله دمار يا صبايا والله جليت الجليات ومثل ما شفتوا خلصتوا كل شي كل الأمور تمام الحمد لله وانتهى نهارنا على خير. انتو احكوا لي صبايا كيف نهاركن كيف تقضوا روتينكن. والله أنا الحمد لله هيك روتيني بكون قاعدة فجأة بصير واقفة يعني مثل ما شفتوا رحنا أنا وأختي الحمد لله اليوم ونزلنا على السوق وتسوقنا وتفتلنا والله ما في أحلى من نزلة السوق يا صبايا عن جد ومخصوص مع رفيق صديق يعني ما بدك حي الله نزلة يكون معك حي الله لا لازم يكون شخص مقرب منك يعني بتتشاركي انت وياه نفس الأحاديث سبحان الله غير الأخت ما في من بعدها والله يا صبايا عن جد الله يخلي لنا أخواتنا يا رب ما في أحلى منّن وما في أحن منّن وما حدا بيفهم عليكِ غير أختِك، مخصوص بالغربة يعني لمّا بتكوني ببلد الغربة ويكون في عندِك أخت كتير شي حلو عن جد يعني يعني بتهوّن عليكِ غربتِك يا صبايا، والحمد لله رب العالمين والله متل ما شفتوا خلّصنا كل أمورنا ومسحت الغاز بتعرفوا الحيطان يا صبايا بهيك أكلة بصير تطرطش طرطش السمنة. وأبشع شي إنه تطرطش السمنة مسحت ونظفت وهذا كل شي لليوم يا صبايا بتمنى يعجبكم الفيديو سلام.